الاهلي يقدر يفوز على صن داونز؟ ايه ده بجد والله السؤال ده بجد؟ يعني الاعداد يا ابراهيم فايق كتب لك قول ان الاهلي يقدر يكسب صن داونز؟ ايه السؤال ده؟ الاهلي يكسب اي حد في اي وقت يا جماعه وعلى اي ملعب. الاهلي سيد القاره دي كلها، الاهلي مشرف القاره دي كلها، الاهلي بيلعب كاس عالم من الانديه كل سنه، وكل نادي في القاره دي عارف مين النادي الاهلي عبر تاريخه، وعارف قوه النادي الاهلي، وعارف ازاي الانديه لو كسبت النادي الاهلي بتكسبه ازاي الساعه 3 العصر، وكل الدنيا كلها بتخش مجانا، اي حد لابس اصفر بيخش ببلاش. فيا جماعه السؤال ده عيب جدا منك يا ابراهيم فايق، ولو الاعداد ما عندوش مهنيه في طرح الاسئله لازم انت يكون عندك تعقيب في السؤال نفسه. والبقى الايه الاوسخ بقى محمود فايز يقول لك ايه؟ والله الكره فيها كل حاجه. هو صن داونز هيلاعب مين يا جماعه؟ هيلاعب سيرس الليان؟ صن داونز ده هيلاعب النادي الاهلي. النادي الاهلي سيد القاره دي كلها. يعني طرح السؤال غلط من الاعداد، وان يقول السؤال اصلا غلط من ابراهيم فايق، ورد السؤال غلط جدا من محمود فايز. اللي عجبني رد عمر عبد الله، قال يا جماعه السؤال طبعا الاهلي يقدر يكسب اي حد في اي وقت، يكسبه مليون مره، مش معنى انه يكسب بكره صن داونز، بس اسم النادي الاهلي بقوته يكسب اي حد في القاره كلها، والقاره كلها عارفه مين هو النادي الاهلي. فيا ابراهيم يا فايق عيب قوي السؤال ده يطرح. الاهلي قادر يكسب صن داونز، والتاني الكوره فيها كل حاجه. شفت الجيل ده اللي خسر من صن داونز مرتين. فيا جماعه مستنيين رد الجيل ده بكره ان يعلم على صن داونز هناك. ما معناش مدرب، ماشي الاهلي ما هوش مدرب، بس الاهلي يكسب اي حد على اي ملعب في اي وقت، حتى لو بعم حارس.